مساء الفل على احلى اصحاب في الدنيا. وبيبتدي فيلمنا بانطلاق باص من الفضاء، وبتحصل حاله من الرعب الباص بسبب مدمره زوج، وبتطلع لعبه وديناصور اللي بيلعبها، وبيقول له لا، في حاجه كده لازم نعملها، البطاريات عايزه تتغير ونبدل كام بطاريه من اللعب اللي بره، واللاعب كمان لازم تتفرج على دكتور مفيد ازاي اللعبه تتصرف لو حته منه اتبلعت. وودي كان بيدور على بورنيتو لان انزي رايح معسكر الكاوبوي، وكل الالعاب بتدور مع وودي على بورنيتو ولكنه متعصب جدا، وبتقول له السنيوريتا بص على رجليك، قال لها ما تهزريش مفيش غير كلمه انت. قالت له اللي كتب اسمه عليك هياخدك بالبورنيتا او من غيرها. وبيتفرجوا على برنامج الراجل الفرخه، وبيدخل الكلب وبيقول لهم انا عندي خبر كويس وخبر وحش. اول حاجه ان لقيت بورنيتا وودي، الخبر الوحش ان زعتر جاي ورايا وبيدور على وودي اللي بيستخبى منه لحد ما يلاقيه. وبيلعبوا سوا، وبيدخل اندي وبياخد وودي وبيلعب بلعبه، وبيلاقي ايده مقطوعه وللاسف بيسيبه ومامته بتركنه على الرف، وبيتضايق وودي جدا انه اتركن على الرف، واصحابه بيطمنوا عليه. ورجع اندي وكل اللعب بترجع مكانها، واول ما بيمسكه بيفتكر ان دراعه مقطوع وبيرميه، وبيقول له مش عايز العب بيك تاني. وودي بيتخيل نفسه في الزباله وبيطلع انه بيحلم، ويلاقي ويزي اللي كانت زفارته بايظه مركون برضه على الرف جنبه. وودي بيشوف مامة اندي بتعلق لوحه مكتوب عليها روبابيكي، وبيندى اصحابه حاله طوارئ بسرعه، وبيتجمعوا لما بيعرفوا ان مامته جايه بيجروا يستخبوا مكانهم، وبتاخد ويزو منهم. وودي بيصفر عشان زعتر الكلب يجي، وقال له خدني مكان الروبابيكي، وقال له خليك طبيعي خالص وانت ماشي، وبيروح لصندوق اللعب البايظه عشان ينقذ ويزو، وبيربط ويزو في الكلب، والكلب بيتزحلق ويوقع وودي، وبنت بتلاقيه فبتاخده تلاقيه مقطوع تروح يرمياه تاني، وطبعا صوته بيلفت الانتباه. وفي راجل هناك بيشتري روبابيكي وبينبهر بودي جدا، وفي نفس الوقت اصحابه عايزين ينقذوه. مامة اندي بتقول للراجل عجبك حاجه؟ فبيقول لها هديك 50 قرش مقابل اللعب دي، فبتقول له الكاوبوي لا ده غالي على ابني اندي، فبيعرض عليها اكتر وبتحطه في الصندوق وبتمشي، وهو بيسرق وودي وبيمشي. وباص بيمسك في العربيه، اول ما بيفتحها بتقع منه ريشه، فبيعرف ان الراجل الفرخه، والراجل الفرخه بياخد شنطته ويروح البيت. اما اصحابه بيتجمعوا عشان يعملوا عمليه سرقه وودي، وباص بيدخل يقول لهم اهدوا، وبيقعد يدخل نمره العربيه على جهاز بيعرفوا ان الراجل الفرخه، والراجل الفرخه بيعلق وودي في باترينا ازاز، واول ما بيمشي بيحاول وودي يخرج من الباب ولكنه ما بيعرفش، فبيحاول من الشباك بيلاقي مبنى ملوش نهايه، فبيضطر يشوف اي مصرف يخرج منه، ولكنه بيحضر في الحال جيسي وبلبل اللي بينبهر بيهم وودي جدا، وبيقولوا له المدرب هيفرح بيك جدا يا وودي. وقعدت جيسي تتنطط كتير، وبتقول له احنا مستنيينك بقالنا سنين، فبيقول لها انت عرفتي اسمي ازاي؟ فبتوري له قد ايه ان هو مشهور جدا واسمه معروف وليه قصص كتيره، وبيشغلوا له التلفزيون يوروا له قد ايه ان هو مبهر. واصحابه بيدوروا على الراجل الفرخه من التلفزيون وبيعرفوا مكانه. اما وودي كان مندمج مع اصحابه الجداد وكان عايز يكمل المسلسل، ولكن العجوز قال المسلسل وقف لان العيال بقت مهتمه بلعب الفضاء اكتر مننا، وفضل يتعرف على كل حاجه ويلعب هو واصحابه الجداد. واول ما سمع كلمه متحف تنح وقال لهم متحف ايه، وعرف ان في متحف كبير في اليابان مستنيهم. وودي قال لهم لا ماليش في الكلام ده، انا لازم ارجع لصاحبي تاني. وابتدت جيسي تقول له انا مش عايز ارجع المخزن تاني، وابتدت تحزن، احنا مستنيينك عشان المجموعه تكمل. واصحاب وودي بيدوروا عليه في كل الشوارع وبيتعبوا من المشي، وباص بيفكرهم لما رموه من العربيه عشان ينقذوا ولكنه ما استسلمش، وبيحاول وودي ياخد ايده من الراجل الفرخه وريحته عامل بقه، وفجاه لقي التلفزيون اشتغل والراجل صحي، وابتدى وودي يتخانق مع جيسي انها شغلت التلفزيون. واصحابه بيعدوا الطريق عشان يوصلوا لوودي وعملوا 100 حادثه كده، اما الراجل الفرخه اخد وودي يلمعه ويرجعه تاني فابريكا، وابتدى الراجل يخيط له دراعه كمان. وابتدوا يدخلوا متجر الالعاب بتاع الراجل الفرخه يحسبوا ان هو هناك، وقعد يندهوا عليه ما لقيوش، واما باظ لقى منه يجي 1000 قطعه هناك، وابتدى يتكلم مع واحد فيهم وللاسف كان فاكر نفسه حقيقي، وابتدى يسيبه ويمشي، وللاسف ربطوا ودخلوا العلبه مكانه. اما اصحابه اخدوا العربيه وابتدوا ياخدوا جوله، واخد عروسه تعرفهم على المكان وعلى العاب، ولكنهم لما وصلوا الباص نادوه مفكرينه صاحبهم، وابتدى الديناصور يقول له تعالى انا عرفت هنهزم زورك ازاي، وابتدى يركب معاهم ولكنه مش فاهم حاجه، وابتدى باظ الحقيقي يقول لهم ده مش معاكم، ولكن هم مش سامعينه. اما وودي بعد ما تصلح دراعه كان عايز يمشي، وجيسي كانت متضايقه جدا وابتدى يصلحها، وبتحكي له قد ايه كانت لعبه مميزه لايمي صاحبتها، لحد ما كبرت وبقت تهتم بحاجات تانية اكبر منها، وسابتها لحد ما رمتها في لعب دار الايتام. وابتدى وودي يفك مسامير المنفذ، وابتدى العجوز يكلمه ويقول له تفتكر هتفضل لامتى مع اندي؟ هياخدك معاه الجامعه ولا لما يتجوز؟ يا اما تيجي معانا وتفضل حي للابد واطفال كتيره تحبك. ابتدى يثبته يعني، وابتدى وودي يقول لهم انا مش هفرقكم وهفضل معاكم. اما العابه ابتدوا يدخلوا مكتب الراجل الفرخه ويدوروا على وودي، ودخل بشنطته. اما باظ الحقيقي ابتدى يخرج من العلبه وابتدى يوقع اللعب عشان يفتح الباب، ووقع كمان لعبه زوك اللي بتجري وراه، وباقي الالعاب في الشنطه، ونزلوا وراه وابتدوا يدخلوا ناحيه الاسانسير، وابتدى باظ يستخدم زراير اللعبه على اساس انه لعبه يعني، ويوقعهم ويستخدم خاصيه الطيران، وافتكر نفسه بيطير فعلا، ولكنهم كانوا طالعين بالاسانسير، وباظ الحقيقي طلع وراهم. اما وودي مبسوط مع اللعب جدا لحد ما جاله صحابه، وابتدوا يحاولوا ياخدوا وودي لحد ما وصل باظ الحقيقي وعرف ان اللي معاهم مش باظ الحقيقي، وابتدوا يشيلوا الخوذه، ولما اتخانق عرف ان هو مش باظ. ولما بصوا على رجل باظ الحقيقي لقوا كلمه اندي محفوره على رجله، وابتدوا يفهمهم ان عايز يخرج، وابتدى يحن لاندي، وابتدى وودي يفهمهم ان هم اصحابه وان هو خلاص مش هيرجع لاندي، وقال له باظ الحياه ما ينفعش تتعلم
تزعلش لو ما فيهاش طفل بيحبك، وجيت عشان انقذك. ورفض وودي يروح معاهم، وابتدى باز يقول له كده العيال مش هتلعب بيك وهيتفرجوا عليك من فوق الازاز. وبقى متضايق وكان عايز يمشي، وقال لاصحابه يستنى وراح ياخد جيسي وبلبل معاه. راح الراجل العجوز قفل له الباب بالمسامير، وجه الراجل الفرخه علشان ياخدهم لليابان. وبيجروا الالعاب ورا عربيه وود، ووصلوا المطار ودخلوا في شنطه علشان يدخلوا سير الشنط. وعلموا شنطه وودي ان هي لونها اخضر، ولقى كذا شنطه وابتدوا يقسموا نفسهم على الشنط الخضراء. وطلع وودي من الشنطه، والراجل العجوز ابتدى يقطع له دراعه ويقول له لو ما دخلتش الصندوق هقطع دراعك كله. واصحابه ابتدوا يحطوا الراجل العجوز في شنطه بنت. وللاسف ما عرفش وودي ياخد جيسي، وابتدوا يجروا ورا الشنطه لحد ما راح وودي مخزن الشنط، واتقفل المخزن وابتدوا ينطوا من عجله الطياره. وطبعا انقذهم باز وبلبل. ورجع اندي ولقى لعبه وكمان لعب جديده جيسي وبلبل. افتكر مامته جابتهم له وشكرها على اللعب دي، وصلح دراع وودي كمان وكتب اسمه على رجل جيسي وبلبل. وابتدوا يغنوا اغنيه الصديق لانهم طلعوا اصدقاء حقيقيين الى اللانهائيه وما بعدها. شكرا ليكم يا اصحابي، اشوفكم في فيلم المره اللي جايه.